لغة الأرقام في عالم كرة القدم في كثير من الأوقات صراحة تكون ظالمة وغير منصفة، يعني ممكن نشوف أرقام لاعب مو بذيك الأرقام ولكن تأثيره في النادي أو المنتخب تشوف المباراة تأثير كبير جدا، والعكس صحيح، تشوف لاعب أرقامه وأهدافه والأسيستات شيء خيالي ويدخل التاريخ، ولكن على أرضية الملعب وجوده والعدم واحد. متخيلين أن منفس ديباي حاليا هو الهداف التاريخي للمنتخب الهولندي؟ يعني ب 52 هدف وما زال أمام الطريق، بيلعب كأس العالم، بيلعب اليورو السنة اللي بعدها، يعني لاعب كسر كل الأرقام. بس فعليا يمكن أحد أسوأ اللاعيبة اللي كانوا محظوظين ولعبوا في كبرى الأندية في أوروبا، لعب في مانشستر يونايتد وفشل، لعب في برشلونة وفشل، ولعب في أتلتيكو مدريد وفشل. متخيلين حاليا هو يلعب في الدوري البرازيلي؟ يعني لاعب يتقدم على كلهايفرت، يتقدم على فان نيستلروي، يتقدم على روبن، يتقدم على فان بيرسي، هدافين شفناه في أرضية الملعب. آخر شيء منفس ديباي هو الهداف التاريخي للمنتخب الهولندي. أنا بتخيل الجيل القادم اللي بيجي ويسمع هذه المعلومة يروح يبحث عن منفس ديباي، بيحصل إنه لاعب ما حصد الدوري. فعلا لغة مضللة لغة الأرقام.